الجزيرة كانت هادية لحد ما ظهر روبوت غامض والحيوانات اتخضت، لكنه كان مختلف. بس الصدمة الحقيقية كانت في الآخر. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي واشترك دلوقتي في القناة وخليك مستعد لكل مغامرة جديدة معانا. ويلا نبدأ. بيبدأ فيلم النهاردة على شط بحر في جزيرة، وبتطلع شوية حيوانات بتلعب من البحر، وبيقفوا على صندوق مرمي بيلعبوا عليه وبيحاولوا يكتشفوا ده ايه. فبيتفتح الصندوق وبيطلع منه روبوت، وبتتخض الحيوانات الصغيرة وبتجري بسرعة تستخبى في البحر. وبيبصوا على الروبوت اللي كان اشتغل وبصلهم وقال لهم اطلبوا اي طلب. بس فجأة جت موجة عالية خدت الروبوت للبحر، وبيطلع الروبوت من البحر وبيعمل معالجة عشان يشوف حجم الموجة قد ايه، وبيحاول يهرب منها بانه يطلع على الجبل بس ما بيقدرش وبيتزحلق. وبيشوف عقرب طالع ماشي على الجبل بمنتهى السهولة، فبيعمل معالجة في دماغه للي شافه وبيقلده عشان يعرف يطلع على الجبل زيه. وفعلا الروبوت بيطلع فوق الجبل وبيقدر يهرب من الموجة في اخر لحظة. ولما بيطلع بيلاقي نفسه في جزيرة وبيشوف حيوانات كتير كلها بتكون خايفة منه جدا وبتجري وهو مش فاهم حاجة. وبيفضل ماشي الروبوت يتكلم عن نفسه ومميزاته وانه يقدر ينفذ اي طلب يطلب منه، وبيقول المهام اللي ممكن ينفذها ايه هي. وبنعرف وهو بيتكلم ان اسمه رزم. وبعد شوية احداث مع الحيوانات وهم بيجروا منه وهو بيحاول يتواصل معاهم ومش قادرين يفهموا بعض، وبيفعل في نفسه خاصية التعلم عشان يقدر يفهم الكائنات اللي موجودة حواليه. وبيقضي ليلة كاملة قاعد مفعل الخاصية وبيسمع وبيتفرج كويس على كل حاجة بتحصل حواليه عشان يقدر يتعلم لغة وحركة الحيوانات دي ويقدر يتواصل معاهم. وبيطلع النهار وهو فاهم كل حاجة وبيفهم ان الحيوانات دي فاكرة انه وحش، وبيتكلموا عنه انه دمر حاجات تخصهم وبوظ لهم جزء من حياتهم، وبيفهم انهم فعلا خايفين منه. وبيحاول يفعل خاصية الرجوع للمصنع، والخاصية دي هي ان في جهاز موجود جواه بيخليه يتواصل مع المصنع بتاعه عن طريق القمر الصناعي في حالة ان محدش بيستخدمه، وكأنه بيطلب منهم انهم يرجعوا ياخدوه من المكان اللي هو فيه. فبيطلع يقف فوق تل عالي شوية، لكنه بيفشل يفعل الوضع ده بسبب عاصفة وبرق ضربوا فيه خلوه يتكهرب ويقع، وحصل له خلل في اكتر من جزء فيه. وبيبص على ايده لقاها مقطوعة بسبب هجوم الحيوانات عليه عشان تحاول تقتله، لانهم شايفينه وحش وبيحاولوا يدمروه ويخربوه. وبيحاول يفعل وضع العودة للمصنع تاني، لكنه بيفشل تاني بسبب الحيوانات اللي خطفوا منه الجهاز المسؤول عن الوضع ده عشان عجبهم شكله لانه بينور. وبيكون اللي خطف منه الجهاز ده سنجاب، والسنجاب بيجري جامد والروبوت بيجري وراه لحد ما بيدخل السنجاب كهف بس بيطلع منه يجري، وبيسيب الجهاز بتاع الروبوت مرمي جوه. وبيمد الروبوت ايده عشان ياخد الجهاز بس بيشوف كائن مرعب واللي بيطلع دب بيحاول يجري وراه. فبيجري الروبوت وبيحاول يهرب من الدب لحد ما بيقع تاني من فوق منحدر عالي، وبيفتح عينه بصعوبة وبيحاول يتحرك بس بيلاقي عشة وفيها بيض متكسر وبيضة واحدة سليمة. فبيشغل الأشعة الحمراء بتاعته وبيشوف ان جوه البيضة في طائر وبيحاول يخبيها جواه بس بيخطفها منه ذئب وبيحاول يجري. وبيفضل الروبوت ده يجري ورا الذئب ده لحد ما بيقدر ياخد منه البيضة ويخبيها. وبعد ما الروبوت بياخد البيضة من الذئب بيشيله وبينضفه من شوية شوك دخلوا فيه وهو بيجري، وبيبدأوا يبقوا صحاب. وبتفقس البيضة وبتطلع طائر صغير جدا، وهنا بيقول الروبوت ان مهمته خلصت وبيسيب الطائر ده وبيمشي. لكن بيفضل الطائر ماشي ورا الروبوت ده، وبيفضل الروبوت يقدم بعض الخدمات والنصايح للطائر ويقول له على الحاجات والمهام اللي ممكن يعملها له، زي انه ممكن يكون محتاج بيت فبيجيب له جزء من شجرة صغيرة جدا عشان تبقى بيته، او انه يبقى محتاج شوية خطط تنفعه في الاجازة الجاية بتاعته. ولما حاول الطائر يحضن الروبوت رد عليه وقال له انه مش فاهم الرد ده. وفي الوقت ده جهاز الاشارة الخاص بوضع العودة للمصنع لقط اشارة، وقبل ما يكمل الاشارة بتاعته كان الطائر كسر له الجهاز ده. وفجأة بيشوف الروبوت شوية فئران صغيرة معاهم مامتهم وقاعدين على ظهرها، فبيحط الطائر الصغير معاهم بس بتتخض منه الفئران الصغيرة وبتخاف منه. فبتشوفوا الفارة الام وبتسأله عن مامته، وبيلمحوا الروبوت واللي بيقولوا عنه الوحش، فبيتخضوا اكتر وبيعملوا نفسهم ماتوا عشان الوحش ما ياكلهمش. والطائر مش بيكون فاهم هم ليه بيعملوا كده وبيتفرج عليهم. وبتفضل الفئران الصغيرة تتكلم مع بعض ومع مامتهم عن انهم ميتين دلوقتي خلاص، وكل واحد فيهم بيختار لنفسه سبب الموت. فمامتهم بتزعق لهم وبتقول لهم ان الحاجات اللي بتموت مش لازم تقول سبب موتها وان كده هيتاكلوا خلاص. وبيسأل فار صغير هم ليه ما ماتوش واتاكلوا لحد
دلوقتي. فبتقول الام انه سؤال لولبي، وبتروح تبص على الطائر والروبوت. فبتروح الفاره الام تسال الروبوت عن اذا كان الطائر ده ابنها ولا لا، وبتبدا تتعامل معاه على انه انثى وام. فبترد عليها الروبوت وبتقول لها انه مش ابنها، وانه عمال يمشي وراها في كل حته ومخلي كل المهمات بتاعتها صعبه. فبتقول لها الفاره وهي بتحضن ولادها انهم فعلا بيعملوا كده، وان الصغيرين بيرتبطوا باول حاجه بيشوفوها اول ما بيتولدوا. وبالنسبه للفرخ الصغير ده انتي اول حاجه يشوفها، فبالنسبه له انتي امه. فبيرد الروبوت انه مش متبرمج يكون ام. فبترد عليه ان محدش متبرمج على كده، وانهم بيتصرفوا بتلقائيه وبيرتجلوا اللي بيعملوه. وبتفضل الفاره الام بتحاول تفهم الروبوت انه لازم يخلي باله من الطائر ده، ولما قال لها ان دي مش مهمته وانه لازم يرجع المصنع عشان مفيش مهام يعملها هنا، فقالت له الفاره الام ان مهمته انه يخلي باله من الطائر، وانه هيكون محتاج بس ياكل ويتعلم العوم والطيران قبل الخريف والا هيموت. وده عشان تبقى طلبت منه مهمه يضطر الروبوت يفضل موجود عشانها ويخلي باله من الطائر. فظهر الذئب للروبوت وحاول يفهمه ازاي ممكن يخلي باله من الطائر ده، واللي بنعرف انها بطه. ووقت ما كان الروبوت بيحاول يعلم البطه ويقول لها ان اسمه روزم، البطه قالت عليه روز، وفضل اسم الروبوت روز. وبتحاول روز تطلع اسم للبطه، وبيساعدها الذئب فينك، وبيسموا البطه برايت بيل. ومع الوقت بنلاحظ ان الحيوانات اللي في الجزيره ما بقتش تخاف من روز بسبب انهم شافوا قد ايه هي حنينه وطيبه مع البطه برايت بيل. وبنشوف مع الوقت البطه برايت بيل بتكبر وبتقلد الروبوت روز في كل حاجه، حتى طريقه الكلام، لان روز هي اللي بتكون علمت برايت بيل كل حاجه. وبيتحول الروبوت روز من مجرد روبوت عادي لأم حقيقيه وعندها مشاعر وحب وخوف على برايت بيل. وبتظهر المشاعر دي في اول مره تروح فيها برايت بيل لمستنقع كله بط لوحدها، وبتفضل مراقباه لحد ما بيبدا البط يرخم على برايت بيل جدا وبيحاولوا يضربوا فيه. وفي اللحظه دي بتتدخل روز وبتنقذ ابنها برايت بيل، ووقتها رجلها بتتكسر. ولكن في وسط الخناقه بتاعه البط بيقولوا لبرايت بيل ان روز هي السبب في موت ابوه وامه الحقيقيين، وبتعترف روز باللي حصل فعلا. وبعد نقاش بين برايت بيل وبين روز بيصدمها برايت بيل لما بيقول لها انها مش امه. وبتفضل روز بتحاول تقنع برايت بيل انه يتعلم الطيران عشان يلحق فصل الخريف عشان الهجره اللي بيعملها البط عشان الشتاء. وبتستعين روز بصقر يعلم برايت بيل الطيران، وبيشوفهم لونج نيك واللي بيبقى قائد رحله الهجره الجايه للبط، وبيقول لروز على شويه تعليمات تعملها مع برايت بيل عشان يكون مستعد للهجره والطيران. وفعلا بتعمل روز كل اللي طلب منها لحد يوم الهجره. وفي اليوم ده بنشوف قد ايه روز ما بقتش روبوت عادي، وبقت عندها مشاعر فعلا بتكبر جواها كل يوم تجاه برايت بيل وكل حاجه حواليها. وبتفضل روز تحاول تتابع برايت بيل في وقت بدايه الطيران والاستعداد للهجره، وبتودعه لحد ما يختفي عن نظرها. وبيبدا بعدها فصل الشتاء، وبيكون صعب وبرد شديد جدا لدرجه ان فانك بيقول لها ان ده اصعب شتاء عدى عليه. ولما بتعرف روز كده بتحاول تساعد كل الحيوانات وتجمعهم في البيت بتاعها هي وفينك، واللي كانت بنته عشان يعيشوا فيه هي وفينك وبرايت بيل، وعشان يبقى مكان امن تحمي فيه برايت بيل. وبتبدا تساعد روز كل الحيوانات اللي في الجزيره فعلا لحد ما بتخلص بطاريتها، لانها كانت شغاله بالطاقه الشمسيه بسبب ان البطاريه بتاعتها اتكسرت في مره بسبب هجوم الحيوانات عليها. وفي البدايه بتكون الحيوانات دي كلها مش متاقلمه على انهم يعيشوا مع بعض في مكان واحد بالطريقه، وبيحصل بينهم خناقات كتير جدا لحد ما بيوقفهم فينك وبيقول لهم انهم لازم يكونوا ايد واحده عشان روز، واللي بتخلص بطاريتها فعلا وبتفضل فعلا في مكانها لحد الصيف، لدرجه انه بيطلع زرع بينمو عليها. وبنشوف مجموعه الوز المهاجر بيتعرضوا لعاصفه قويه جدا، فبيضطروا ينزلوا يستخبوا في مكان، وبيطلع ده مكان مصنع الروبوت اللي صنع روز. وبيشوفوا ان البط ده هجوم بالنسبه لهم وبيهجموا عليهم عشان يقتلوهم، وبينجو منهم برايت بيل، لكن للاسف بيموت لونج نيك. وبيتولى قياده البط في الوقت ده برايت بيل، لان الوز كله بيكون مرتبك جدا ومحتاجين حد يكون مش بيفكر زي اي وز عاديه. وبيقدر فعلا برايت بيل انه ينقذ الوز كله، وبيرجعوا للجزيره وبتكون فاقت روز، وبيقدر المصنع بتاعها يتعرف على مكانها لانها قبل العاصفه كانت بتحاول تبعت اشاره انهم يجوا ياخدوها لكن وقفتها. ووقتها عرفوا في المصنع مكانها وبيروحوا يحاولوا ياخدوها لانها في نظرهم كسرت القواعد المتبرمجه عليها واتعاملت على انها كائن حي عنده مشاعر. وما رجعتش المصنع لما لقت ان مفيش مهام حقيقيه ليها كروبوت. وفعلا راحت مجموعه من روبوتات الانقاذ القتاليه عشان ترجع روز، لكن روز كانت مقرره انها تفضل قاعده في الجزيره. وبفضل الحيوانات اللي في الجزيره كلها ومعاهم برايت بيل والوز اللي معاه قدروا يتغلبوا على الروبوتات دي. لكن في اخر لحظه روز قررت ترجع معاهم عشان تحمي الجزيره والحيوانات اللي بقوا اصحاب
اصحابها جدا وبيحبوها، ولما حزنوا جدا وقالوا لها انها كده هتنساهم لانهم هيعيدوا برمجتها وكده هتنساهم وهيمحوا ذكرياتها عشان يستخدموا الذاكره بتاعتها في انهم يعرفوا ايه بالظبط اللي حصل لها ويحاولوا يطوروا من تصنيع الروبوتات. فقالت لهم روز انها بقى جواها حاجه تانية مختلفه عن اي روبوت تاني، وهي المشاعر والقلب اللي بتفكر وتحس بيهم، وعشان كده عمرها ما هتنساهم وعمر ما حد هيقدر يوصل للي جوه قلبها حتى لو محوا ذاكرتها واستخدموها. وفعلا روز رجعت معاهم واعادوا تصليحها وبرمجتها وحتى رجلها المكسوره، واللي كان حد من الحيوانات عامل لها رجل خشب تانية بديله ليها. بس قبل ما تسيب نفسها للروبوتات القتاليه تاخدها كانت فصلت خالص واتطفت، وقعد جنبها برايت بيل يقول لها قد ايه هو بيحبها وانه فاهم انها ما كانتش غلطتها في موت مامته. وروز صحيت تاني بعد ما كان فاكر برايت بيل انها مش هتقوم معاه والروبوتات هيقدروا يخطفوها، ولما بتصحى بتقوله انها كمان بتحبه. وبنشوف الثعلب فينك وهو بيحكي حدوته عن روز للحيوانات الصغيرين، ولما بيسألوه عنها بيقول لهم انها دلوقتي في المصنع بتاعها ومكان نشأتها، وانه عشان عارفها كويس فهي اكيد بتحضر لخطة عشان ترجع، وانها كانت دايما بتقول ان روزم بيتم مهمته دايما. وفعلا بنشوف روز في المصنع بتاعها وبتشوف مجموعة من الوز طاير في السماء، فبتبص لهم جامد وبتفكر في برايت بيل وبتحسوا انه وحشها جدا لحد ما بتلاقي صوت خارج من بين الزرع وبتلاقيه برايت بيل، فبتشيله وبتقوله انت تقدر تناديني بروز. ودي كانت اول كلمة قالتها لبرايت بيل لما نطق اسمها اول مرة وقال لها روز. وهنا بتخلص قصتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.